السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مخزوني القومي من الأصدقاء السياسيون والاقتصاديون في سناب شات يزيد بشكل جيد، لذلك ودي أتكلم عن موضوع يهمني كثير كمواطن سعودي صالح، اسمه صالح العلياني. لماذا تبدو السعودية غير قلقة من انخفاض أسعار النفط على الرغم من كل التحذيرات والمخاوف التي نشاهدها بشكل يومي؟ الواقع أن هذا القلق يأتينا من أمريكا، ولا تكف الأقلام الصحفية والأبواق الإعلامية المتأمركة من تعزيز هذا القلق لدينا. ولكن السؤال: ما الذي يقلق أمريكا على الرغم من أنها تأخذ الحصة الأكبر بهذه الأسعار المنخفضة الخرافية؟ من وجهة نظري هنالك 3 أسباب تدعو أمريكا للقلق من انخفاض أسعار النفط. السبب الأول سبب اقتصادي. هناك الكثير من الشركات الأمريكية الكبيرة تنتج النفط وتصدر إلى العالم، ولكن إنتاج البترول بالإضافة إلى البترول الصخري والبترول الذي في الماء وآخر في الجليد كلها تحتاج إلى تكاليف إنتاج عالية جدا جدا، بينما السوق العالمي يفرض على هذه الشركات البيع بأسعار منخفضة تزامنا مع انخفاض أسعار النفط الخام. وهذا يعني أن هذه الشركات ستتحمل تكاليف الإنتاج العالية جدا، وبالتالي ينخفض العائد وتخرج هذه الشركات من السوق. وعلى سبيل المثال شركة شل، شركة عالمية معروفة، تأثرت بانخفاض أسعار النفط وسرحت الكثير من موظفيها، وغيرها من الشركات الكثير. السبب الثاني الذي يدعو أمريكا للقلق من انخفاض أسعار النفط هو خوفها على الدولار. كلنا نعرف بأن البترول يباع بالدولار. كثير من دول العالم لا تملك من الدولارات ما يكفيها لشراء احتياجها من البترول، لذلك كانت هذه الدول اضطرت هذه الدول لتصنيع احتياجات المجتمع الأمريكي من المواد الاستهلاكية وبيعها بأسعار تنافس الإنتاج الأمريكي المحلي. تقوم هذه الدول ببيع صناعتها على أمريكا، تقبض مقابلها دولارات، تجمع هذه الدولارات ثم تشتري احتياجها من البترول الأمريكي، وبذلك يكون الطلب على الدولار عالي جدا وتبقى قيمته السوقية مرتفعة. أما إذا انخفضت أسعار النفط فهذا يعني بأن الطلب على الدولار سيقل. انخفاض أسعار البترول يعني بأن الطلب على الدولار سيقل وأن الإنتاج الأمريكي سيقل، على الرغم من ادعاء الأمريكان بأن هذا الإنتاج ينافس إنتاجهم المحلي. أمريكا لعبت لعبة استراتيجية خطيرة جدا مكنتها من السيادة على العالم سنين طويلة عندما فرضت بيع البترول بالدولار فقط. حدث هذا الأمر في اتفاقية قديمة وهو ما يسمى بالبترودولار. الواقع أن العالم كله انشغل بالصناعة الأمريكية من أجل توفير الدولار، بينما تفرغت أمريكا لإنتاج النفط ولصناعة وتطوير السلاح اللذان تحكم بهما العالم. الوحيدين اللي وقفوا في وجه أمريكا ورفضوا يبيعون بالدولار هم صدام حسين والقذافي رحمهم الله، اثنينهم راحوا كش ملك. خوف أمريكا على ما يسمى بالبترودولار يكشف لنا بشكل واضح السبب الثالث الذي يدعو أمريكا للقلق من انخفاض أسعار النفط. إنها السيادة يا سادة، وأكثر ما يهدد سيادة أمريكا هي الصين. اقتصاد الصين ينمو بشكل كبير جدا جدا، وما عادت أمريكا قادرة على الحد من هذا النمو بحكم سيطرة المنتجات الصينية على الأسواق العالمية. يساعد الصين على نمو اقتصادها عاملين مهمين: التعداد السكاني الضخم وكثرة الموارد. وهذا يجعلنا نطبق على الصين مبدأ اقتصادي بسيط يخص الطلب والعرض والأسعار. إذا فهمنا أن التعداد السكاني وكثرة الموارد تعني بأن المنافسة ستكون قوية جدا، وبالتالي العرض كبير مقابل أجور عمالة منخفضة. طيب إيش علاقة هذا كله؟ إيش علاقة الصين بانخفاض أسعار النفط؟ إذا عرفنا أن الصين تملك العمالة وتملك الموارد، ولكن الصين لا تملك البترول، إذا انخفضت أسعار البترول هذا يعني بأن الصين ستشتري بترول سعودي أكثر وستنتج أكثر وستبيع أكثر وسينمو اقتصادها أكثر وأكثر، وبالتالي يصبح باستطاعتها شراء سندات حكومية أمريكية أكثر، وبعد كم سنة تصبح أمريكا مديونة للصين. كل هذه الأسباب تهيئ للصين العمل على الإبداع وعلى الابتكار وعلى التسليح وعلى الجيش، وكل هذه أسباب تهدد السيادة الأمريكية. لذلك ولكل هذه الأسباب
الخبراء والاقتصاديون والسياسيون الأمريكيون ضد انخفاض، ويحذرون ويشجبون ويستنكرون، مو بس دول الخليج ولا السعودية، أزعجوا العالم كله. اقتصادكم بيموت، اقتصادكم بيطيح، اقتصادكم بيدش. نرجع للسؤال الأساسي: لماذا لا تبدو السعودية قلقة من انخفاض أسعار النفط؟ الجواب بكل سهولة: لأن انخفاض أسعار النفط مكن استطاعت السعودية مع انخفاض أسعار البترول أن تخرج الكثير من الشركات المنافسة لها من السوق وتفرض سيادتها على سوق البترول. لا أحد ينكر أن الاقتصاد السعودي واجه تحديات كبيرة، ولكن إذا صحت أرقام الاحتياطي السعودي من البترول فإن هذا سبب. فائض البترول ربما يكون سبب في طرد الخوف مؤقتا على مستقبل الاقتصاد السعودي، لا سيما وأن القطاع الخاص في السعودية بدأ ينمو بشكل جيد وبدأ يتحرك ويشجع على التصدير. غير كذا السعودية لديها حلول مقترحة كثيرة ممكن تعالج بعض الأمراض الاقتصادية. لفت انتباهي من هذه الحلول ثلاثة. الحل الأول إصدار سندات حكومية تباع على المواطنين مقابل سيولة تتعهد الحكومة بإعادتها للمواطنين مستقبلا. الحل الثاني تدقيق تكاليف المشاريع الرئيسية وتخفيف أو تقليل مشاريع الظل. حتما هذا مساج جيد لعضلة الاقتصاد. يأتي معها أيضا تخفيف الدعم اللوجستي أو دعم الجمعيات الإسلامية أو العالمية، وأعتقد أن هذا حل مستبعد في الوقت الحالي. الحل الأخير: بإمكان السعودية الاقتراض من البنك الدولي مثل كل دول العالم، على رأسها أمريكا مقترضة مبالغ فلكية ما يمكن تسددها بعد 100 عام. أنا باقي ما انتهيت والناس تسألني عن مصادري. أعتقد هذه الصلعة تنبيكم كم شعارة طاحت في كتب الاقتصاد والعلاقات الدولية. كل ما سبق ذكره مجرد رأيي الشخصي وقراءتي المتواضعة للحراك السياسي والاقتصادي الراهن. أتمنى تسعدوني بآرائكم حول الموضوع. أعتذر على الإطالة وأعتذر على انخفاض الصوت بحكم وجودي في المكتبة. إذا عجبك الموضوع انشر الحساب، ترى والله بلاش.